عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الرابع. أهلا وسهلا بكم أبطال في فيديو جديد. هنحل مع بعض سامبل تيست 1 و 2 على يونت 1، وكمان هنحل اختبارين الأزهر من صفحة 60 لصفحة 65. نقول بسم الله. ما تنسوش يا حبايبي اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد من حل التدريبات والواجبات. يلا بينا. السؤال الأولاني نص استماع لسان اندرويد ترو اور فولس. استمع واكتب صح وخطأ. بيقول لك هنا جحا didn't have enough money to buy food، يعني جحا يمتلك المال الكافي لشراء الطعام. هتقول له صح. جحا smelled delicious chicken from restaurant، يعني جحا شم رائحة الدجاج اللذيذ من المطعم. هتقول له فولس خطأ. the owner اللي هو صاحب المطعم asked جحا طلب من جحا to pay for the smell، انه يدفع مقابل الريحة. هتقول له ترو. the owner اللي هو المالك بتاع المطعم يا شباب او صاحب المطعم invited جحا دعا جحا into share the soup عشان خاطر يشاركوا الشوربة. هتقول له ترو صح. choose the correct answer. اول واحده هتقول له I use my tongue، انا بستخدم لساني to taste food عشان اتذوق الطعام. طيب هنا رقم 2 هتقول له she doesn't have enough money، هي ما معهاش الفلوس الكافيه to pay ان هي تدفع for her dress للفستان. رقم 3 we can نحن نستطيع smell flower نشم الزهور in the garden في الحديقه with our noses بأنفنا. رقم 4 when someone is greedy، لما شخص ما بيكون طماع they want more بيبقى عايز اكتر، هما بيبقوا عايزين اكتر. زي نيد اكتر من اللي هما بيحتاجوه، ده اسمه شخص طماع او جشع، وده بيسمى ب جريدي يعني طماع. انما وورد قلق، هيلثي صحي، سكيرد خائف. طيب رقم 5 ماي ماذر يعني والدتي او مامتي always دائما هتقول له واشز ذا ديش بتغسل الاطباق افتر لانش بعد الغداء. every morning كل صباح. ايمان and her friends ايمان واصدقائها اللي walk to school بتمشوا للمدرسه. read and complete the text with the word in the box. اقرأ النص وكمل بالكلمات اللي في البوكس. عندك هنا بيقولك today اليوم is a beautiful day، بيكون يوم جميل. we are at the park، احنا كنا في الحديقة. on a school trip، في رحلة مدرسية. we wanted to learn more، عايزين نتعلم أكتر about things عن الأشياء around us حولنا. we use احنا بنستخدم our senses حواسنا to help us عشان تساعدنا understand more ان احنا نفهم أكتر. we can see the sunlight with our نقدر ان احنا نشوف ضوء الشمس with our eyes بعينينا. we can smell نقدر ان احنا نشم the flowers الزهور. هنا بيقول لك read the text and answer the question. دي صفحة 60. يلا بينا على صفحة 61. طيب صفحة 61 بعد قراءة الفقرة choose the correct answer from A B C or D. the monkey اللي هو القرد so شاهد a bird طائر with a broken هتقول له a broken wing يعني بجناح مكسور. طيب the underlined word kind، الكلمة اللي تحتها خط كلمة kind مين بتعني friendly. kind يعني طيب وعطوف، معناه friendly يعني ودود. answer the following question، جاوب على أسئلة. what is the general idea of the text، ايه الفكرة الرئيسية للنص؟ هتقول له a bird with a broken wing. a bird with a broken wing يعني طائر بجناح مكسور. what did the monkey give the bird، يعني بيقول لك القرد يعني أعطى ايه للطائر. تعالوا نشوف مع بعض في الفقرة. رقم 4 يا شباب give the bird fruits، اداله الفاكهة to eat عشان ياكلها. دي كده إجابة السؤال نمبر 5. نمبر 4. طيب نمبر 5 بيقول لك how did the monkey make a soft bed، ازاي القرد عمل سرير ناعم. تعالى كده هتقول له the monkey baked some leaves، جمع بعض الاوراق and made a soft bed، عمل سرير ناعم for the bird للطائر. دي كده اجابه السؤال رقم 5 حبايبي. خلاص. خامس بيقول لك read and write the correct from the word between practice، اقرأ صحح الكلمات اللي بين الأقواس. every morning كل صباح. she eats هي بتاكل healthy breakfast بتاكل وجبة فطار صحية with her family مع العائلة. رقم 2 we visit our cousins يعني احنا بنزور اولاد عمامنا every summer كل صيف. some children بعض الاولاد run and jump very well بتجري وتلعب وبتقفز كويس جدا. this salad هذه السلطة tastes really good يعني المذاق بتاعها حقا بيكون جيد. I like it انا حبيتها. البنكتويت علامات الترقيم. الدبليو هو انها عاملها لك كابيتال، هتحط الاس في كلمة سارة هتحط الاس كابيتال وهتحط علامة استفهام لان ده بادئ بأداة استفهام. هتحط الاتش كابيتال وتحط نقطة في نهاية الجملة. بيقول لك هنا اكتب باراجراف، طبعا بتكمل الجملة كلها بطل. بيقول لك اكتب باراجراف عن هيلثي ايتنج هابت، العادات الصحية في الاكل، العادات الصحية في الاكل. تعالوا نشوف مع بعض. بيقول لك استخدم كلمة فروتس فواكه، فيجيتابلز خضروات، بريكفاست وجبة فطار. تعالوا نشوف مع بعض. هتقول له يا بطل وي شود يجب علينا eat healthy food ناكل طعام صحي. we eat fruits ناكل فواكه and vegetables خضروات. we drink water نشرب ميه. البريكفاست is important وجبة الفطار بتكون مهمة. ده كان الباراجراف بتاعنا. يلا
التيست 2 الاختبار الثاني. هنا نص الاستماع. choose the correct answer. I can taste the soup. اقدر اتذوق الشوربه with my tongue بلساني. طيب we hear احنا بنسمع the teachers المعلمين voice اصوات المعلمين in class في الفصل. نهى مالها؟ قال لك بقى washes بتغسل her face وجهها and gets dressed وتلبس وترتدي ملابسها for school المدرسة. سما went to the restaurant. سما ذهبت للمطعم to have chicken عشان تاكل دجاج and باستا ومكرونة. A farmer الفلاح grows a lot of vegetable بيزرع كتير من الخضروات every year كل عام. هبة cleans the park بتنظف الحديقة every day كل يوم. مضارع مستمر. وهبة مفرد تاخد اس. طيب read and complete the text with the word in the box. اقرا النص كمل بالكلمات اللي في البوكس. طيب هو هنا مديك فود يعني طعام. ايه كمان مديك؟ فروتس يعني فواكه. مديك vegetable خضروات. مديك energy يعني طاقة. help يعني يساعد. البطل بيقول لك هنا سارة eats many kind of food يعني سارة بتاكل انواع كتير من الطعام to stay healthy عشان تقوم بصحة جيدة. every day كل يوم she eats fruits هي بتاكل فواكه like apples زي التفاح and banana والموز. she also enjoy vegetable هي ايضا بتستمتع بالخضروات such as carrots زي الجزر and peas. هنا بيقول لك her mother والدتها says بتقول it's important to eat from all food من المهم ان انت تاكل من كل الاكل من كل مجموعات الاكل. ساره درينكس ميلك بتشرب لبن. ايضا شي فيلز سترونج بتشعر بالقوه اند فيل اوف انرجي ومليء من الطاقه. ودي كده كانت صفحه 62. يلا بينا على صفحه 63. 63 choose the correct answer from A B C or D. a healthy lunch اللي هو الغداء الصحي may have chicken ربما يكون فيه الدجاج vegetables خضروات fruits فواكه and water والماء. الهيلثي لانش الغداء الصحي helps children بيساعد الأولاد feel strong إن هم يشعروا بقوة. sad يعني حزين. tired يعني مرهق. sleepy يعني إيه؟ نايم. طيب answer the following question جاوب على الأسئلة. what shouldn't you eat too much of يعني بيقول لك يجب عليك إن أنت ما تاكلش كتير من إيه. تعال نشوف كده مع بعض. بص يا بطل هنا قال لك shouldn't eat too many sweets of فرايد فود يعني لا يجب عليك ان انت تاكل كتير من الحلويات والاكل المقلي. خلاص. طيب السؤال الرابع بيقول لك هاو داز الهيلثي فود ازاي الطعام الصحي هيلب يو بيساعدك اتسكول في المدرسه. هتقول له اهو رقم 4 if you eat well لو انت اكلت كويس you will be able to run هتبقى قادر ان انت تجري بلاي تلعب and study better وتذاكر افضل. خلاص وتدرس اكتر. يبقى دي كده اجابه السؤال الرابع ودي اجابه السؤال الثالث. لحد هنا كده الفوت ده الثالث ومن اول اف هنا لحد كلمه بيتر يبقى ده السؤال الرابع. السؤال الخامس بيقول لك هنا is drinking water important هل شرب الميه مهم؟ هتقول له yes it is. yes it is. يلا يا بطل read and write the correct from the word between practice. اقرأ صحح الكلمات اللي بين الأقواس. هتقول له he eats healthy food وبياكل طعام صحي every day كل يوم. we study احنا بندرس English الإنجليزي every day كل يوم. ده كله مضارع بسيط. طيب we جمع بتاخد الفعل في المصدر. هي مفرد تاخد الفعل في اس. the nurse الممرضة مفرد هتاخد هيلبس يبقى هيلبس بدل هيلب هتقول له هيلبس. sick people بتساعد الناس المرضى. every morning كل صباح I brush my teeth أنا بغسل أسناني. البنك تويت علامات الترقيم هتحط الاي كابيتال وتحط طبعا هو مديك هنا الابوستروف كل حاجه سليمه خالص ما فيش بس الا حرف الاي ده اهو اللي هتكتبه وتعدله والنقطه في نهايه الجمله. الجمله الثانيه بيقول لك do you like healthy food هل انت بتحب الطعام الصحي؟ هتكتب بس حرف الدو اللي هتعدله حرف الدي هتعدله وتكتبه كابيتال وتكتب الجمله كلها تحط علامه استفهام في نهايه الجمله. بيقول لك اكتب عن باراجراف رات باراجراف من 60 كلمه من 4 فور سنتنس من 4 جمل عن الماي فيفورت هيلث سناكس. طبعا وجباتك الصحية المفضلة وهتستخدم كلمة favorite يعني مفضل. الابل اند نوتس التفاح والمكسرات between ميلز بين الوجبات. تعالوا نشوف مع بعض الباراجراف يا حبايبي اهو. هتقول له my favorite health snack وجبات الخفيفة المفضلة are apples بتكون التفاح and nuts والمكسرات. I eat them أنا باكلهم between meals بين الوجبات. snacks give me energy الوجبات الخفيفة بتديني طاقة. they make me بيخلوني healthy and strong صحي وقوي. دي كده الباراجراف. طلع عندك هنا في صفحة 64 listen and choose the correct answer. جحا was a funny man كان راجل مضحك. طيب جحا was walking through the market كان بيتمشى في السوق. جحا smelled something delicious جحا شم ريحة حاجة لذيذة from the restaurant من المطعم.
read and complete the dialogue، اقرأ وكمل الحوار. strong قوي. practice هنا يعني يتمرن أو يتدرب. walk يمشي. habits عادات. do you think هل أنت بتعتقد إن following healthy habit اتباع العادات الصحية important مهمة؟ قالت له sure بالتأكيد. healthy habit العادات الصحية help us strong بتخلينا أقوياء. what healthy habit ايه هي العادات الصحية do you practice اللي انت بتمارسها؟ قال له I woke up early انا بتمشى مبكرا and I do some exercise بعمل بعض التمرينات in the garden في الحديقة. choose the correct answer. I can touch soft انا بقدر ان انا المس الحاجات الناعمة and hard things والاشياء الصعبة with my hands بايديا. walking up early الاستيقاظ مبكرا is one of my healthy habit واحدة من العادات الصحية بتاعتي. my sister speaks بتتكلم انجليزي every day كل يوم. رقم 4 ندى and يارا go to school بتروح للمدرسة on foot على الأقدام every day كل يوم. هنا بيقول لك يا بطل read and correct the underlined mistakes. صحح الكلمات اللي بين الأخطاء. I takes هتقول له I take. ما هي I we ويو وزي بتعامل معاملة الجمع بتاخد الفعل في المصدر. she هتقول له washes بتزود للفعل es يا شباب بتزود للفعل es خلاص تعالى بقى هنا على الجملة رقم 3. علي اند سامي هتقول له feed لان دول جمع. هنا هتقول له ايمان walks بتتمشى تحط الاس. طيب الفقرة اول حاجة في read and write اول واحدة our 5 senses حواسنا الخمسة help us بتساعدنا understand the world هتقول له true صح. our eyes عينينا let us tasty بتخلينا بتدعنا ان احنا نتذوق السويت and salty flavor النكهات المالحة والمسكرة هتقول له false لان مش العين طبعا الايه التونج اللسان. choose the correct answer اول حاجه our ears اللي هي الاذنان help us بتساعدنا hear sounds ان احنا نسمع الاصوات. with our noise بالصوت we smell flavor احنا flowers احنا بنقدر ان احنا نشم الزهور. our skin الجلد بتاعنا help us feel and touch بيخلينا نشعر وكمان اللمس. يلا بينا يا بطل على اختبار لطلاب الازهر. طيب هنا بيقول لك listen برضو having هتقول له الهيلثي هابت امتلاك العادات الصحيه هالبقص بيساعدنا ان احنا live a better life ان احنا نعيش حياه افضل. when we eat healthy food لما بناكل طعام صحي we stay احنا بنبقى strong اقوياء and fit رياضيين. انما scared خائف sad حزين worried قلقان. getting enough sleep الحصول على نوم كافي keep our mind sharp بيخلي العقل بتاعنا حاد وذكي. read and complete the dialogue اقرأ وكمل الحوار. save آمن fire حريق senses حواس important مهم. what are you doing سامي انت بتعمل ايه يا سامي؟ قال له I am reading ابوك انا بقرأ كتاب about our senses عن حواسنا. قال له why are our senses important ليه الحواس بتاعتنا مهمة؟ قال له because they help us stay safe لانها بتخلينا نبقى اقوياء وامناء. سيف يعني آمن. طيب قال له هنا how can our senses help us ازاي الحواس تقدر تساعدنا stay safe نبقى آمنين. قال له if we smell مثلا لو احنا شمينا smoke دخان we know احنا بنعرف there is a fire بيكون في حريق. choose the correct answer from A B C or D. أول واحدة بيقول لك هنا الsight and hearing البصر والسمع taste والتذوق and touch واللمس are our senses دي كلها بتكون حواسنا. the owner is someone الصاحب او الملك بيكون شخص ما هو has something بيكون لديه شيء ما. we هتقول له we do our homework احنا بنعمل الواجب بتاعنا every day كل يوم. my father هتقول له reads the newspaper يعني والدي بيقرأ المجلات every day كل يوم. تعالى نكمل باقي التدريبات. بيقول لك هنا read and correct the underlined mistakes. اول حاجه تقول له the baker الخباز هتقول له makes fresh bread بيعمل خبز طازج. the gardener الجنايني هتقول له هنا waters يعني بيسقي the plants النباتات early مبكرا in the morning في الصباح. we visit our grandparents احنا بنزور اجدادنا on Friday يوم الجمعه. the swimmer هتقول له هنا السباح هتقول له ماله هتقول له practices بيتدرب هتزود للفعل اس يا شباب لانه مفرد ده مضارع مستمر مضارع بسيط. in the pool في حمام السباحه every afternoon بعد طبعا فتره ما بعد الظهر. في الفقرة أول واحدة في الصح وخطأ بيقول لك read and write true or false اقرأ واكتب صح وخطأ. جحا and had enough money to buy food يعني جحا معاه فلوس كافية إن هو يشتري طعام هتقول له false. the owner invited جحا المالك المطعم صح يعني دعا جحا to share إن هو يشارك the soup الشوربة with him هتقول له true صح. choose the correct answer. جحا smelled delicious soup يعني جحا شم ريحة شوربة لذيذة from هتقول له من المطعم ريستورانت انما شوب يعني محل هاوس منزل ماركت سوق.
ذا هتقول له اونر اللي هو صاحب او المالك، اسكت جحا سأل جحا، تو باي ان هو يدفع، فور ذا سميل عشان الرائحة. جحا اوفرد يعني جحا عرض، تو باي ان هو يدفع، with the sound عن الصوت، of the coins عن صوت العملات بتاعته. طال احنا وصلنا لنهاية الفيديو، ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله من حل التدريبات والواجبات. بالتوفيق والنجاح، مع السلامة.